علاش خصك تكون كذاب الا بغيتي تنجح في حياتك. ما كنهضرش على انك تكذب على الناس الاخرين، مي كنهضر على انك تكذب على راسك. المعتقدات ديالنا اللي بزاف الناس كيظنوا راه غير كيدوزوا من راسنا وما تيأثروش علينا، هما في الحقيقه عندهم تاثير كبير بزاف على نسبه النجاح ديالنا. يعني فاش انت كتكون كتفكر بطريقه سلبيه بخصوص اي موضوع عندك في بالك، يا يكون مشروع، يا يكون علاقه، يا يكون فكره، راك انت كتجذب غير الافكار السلبيه اللي غادي تخلي انه داك الواقع يدوز من كذبه اللي عندك في راسك الحقيقه اللي كتعيشها. ومن غير هادشي علميا العقل فاش يكون مبني على واحد الفكره في راسك، كتكون اي فكره اللي كدوز وكتأيد هذيك الفكره السلبيه اللي عندك في راسك هي اللي كتبقى تبان لك وما تتبان لكش واحد الحقيقات الاخرين كاملين اللي كاينين. داكشي علاش فاش كتكون كتفكر تشري شي مرسيدس بيضاء كتولي تبان لك غير مرسيدس بيضاء في الزنقه وكتقول ياه كلشي ولا كيستعملها، الوغ كو في الحقيقه عقلك ولا مبني على انه داك السياره هي اللي موجوده بوحديتها، ولا كينيوري كاع السيارات الاخرين وكيتكونسونطرا غير على داك السياره. وداكشي علاش كتشوف حتى ناس واحد اخرين اللي قد يكونوا من الوسط ديالك كيسميو راسهم دي زيكسبير في دي دومين واخا هما ما تيفهموش فيهم، اولا كتشوف ناس اللي في السوشيال ميديا تيهضروا على راسهم كدي زيكسبير في دي دومين واخا ما تيفهموش فيهم، ومن بعد مده كينجحوا فيهم حيت هما تيكونوا متيقين داك الفكره في راسهم. يعني انت خصك الا كنتي باغي تنجح اولا كنتي باغي تنجح شي حاجه، خصك تكذب على راسك وتيق الفكره ديال انه هذيك الحاجه راك غادي توصل ليها وانها حقيقه مطلقه اليوم كتعيشها. ولو في ديال انك غتبدا تثيق في هذه القضيه بهذه الطريقه غيوليو يبانوا لك غير لي بروف اللي تيأيدوا هذه الفكره. الا كان هذا الموضوع انتريساك وبغيتي تفهم كيفاش ممكن انك تبدل الافكار السلبيه اللي عندك لافكار ايجابيه، ممكن تدخل البايو ديالي ولا شين يوتيوب ديالي من بعد غتلقاني كنهضر على هذا الموضوع دو مانيير ديتاي في 30 دقيقه، وكيفاش ممكن انك ترجع داك الكذبه اللي كتعيش في حياتك حقيقه كتعيشها ديال بصح.